الساعة دلوقتي 2 بالليل. هو الصراحة أنا بصحى دلوقتي لما بكون أنا نايم، يعني الساعة 8 أو 9. بصحى في الوقت ده تلقائي، يعني كده الساعة 2 أو 3 تلاقيني صاحي تلقائي كده، بكون صاحي فايق بقى كمان. فدي حاجة كويسة يعني بالنسبة لي. فاحنا دلوقتي عندنا النهاردة محاضرتين لازم أذاكرهم، هو فيزياء ورياضة، تمام. والقسم بتاع أحياء، فأنا مش فاهم أنا باخد فيزياء ورياضة في أحياء ليه. يعني ده أنا حاجة مش عارف ليه باخدها. بس ما علينا، يعني لازم نذاكرهم فهنذاكرهم. بس الأول كده نعمل كوباية شاي كده بسرعة، ونيجي نقرأ شوية صغيرين، وبعد كده نبدأ مذاكرة إن شاء الله بقى. ودينا وعملنا كوباية الشاي. معلومة كده عشان تكون فاهمها، أنا مش بحب الشاي عامة، فإيه عامل كوباية صغيرة يعني. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. خلصنا يعتبر جزء من المحاضرة الأولى. نقوم بقى نصلي الفجر كده، ونيجي نكمل الباقي. لازم تبقى فاهم يعتبر إن الفشل يعتبر ده الوضع الافتراضي بتاع الحياة. يعني هي الحياة متسيستمة كده على الفشل، فاهم؟ اللي هو طول ما انت مش بتتحرك او مش بتعمل حاجة جديدة، فانت يعتبر كده في خانة الفاشلين. يعني عامل زي ايه كده، عامل زي المية الراكدة، المية اللي هي تكون في بركة مثلا شتاء او حاجة. فبتلاقي مثلا كومة مية كده في بركة في جنب، مثلا لو انت ماشي شايفها، فبتلاقي المية دي مع فترة أسبوع أسبوعين تلاقي المية دي لونها أخضر. معرفش بقى كلها فيروسات، بقت كلها بكتيريا، فاهم؟ فاللي هي من كتر ما هي ساكنة فعفنت وباظت، وما ينفعش انك انت تشرب من المية دي خلاص. فده دليل ان المية دي يعتبر فاسدة حاليا. فهو الانسان نفس الحوار كده، طول ما انت قاعد مكانك مش بتتحرك، فانت نفس الحوار عامل زي المية اللي هي الفاسدة دي. بخلاف بقى لو المية دي بتتحرك، يعني هي في نهر بقى، في شلال، في اي حاجة، المهم ان المية دي بتتحرك فهتلاقيها نظيفة، مثلا زي مية الترعة، مثلا زي مية النهر. النظافة دي يعني هي بتتفلتر بعد كده عشان نشرب منها وكده، بس هي في حد ذاتها نظيفة. فجملة إن الفشل هو الوضع الافتراضي للحياة كده، لازم حاجة تحطها قدامك كده، إن ده هو ده الوضع الافتراضي، فأنت لازم تشيل نفسك كده، تنتشل نفسك منه، وتبدأ إنك أنت تتحرك. فالحل إنك أنت تكسر بيه حاجز الوضع الافتراضي ده، إنك أنت تبدأ إنك أنت تتحرك. فأنت اتحركت،
فمعنى إنك أنت اتحرّكت ممكن نقول عليها إنك أنت سعيت، يعني أنت عملت اللي عليك اللي هو حاجة اسمها السعي، خلاص؟ وهو ده اللي إحنا مأمورين بيه، يعني أنت المفروض إنك أنت بتذاكر تمام، يعني أنا مثلًا باذاكر خلاص، ذاكرت مادة معيّنة وباذاكر طول السنة وباحضر وباعمل اللي عليّا وجيت في الآخر سقطت، شِلت المادة دي تمام، هل أنا يعني عشان أنا ذاكرت لازم أنجح؟ لأ، ما هو الله أعلم، هو ممكن ربنا يكون بيختبرك في حاجة معيّنة، أنت يكون ردة فعلك إيه، على الرغم إنك أنت ذاكرت وعملت اللي عليك. فلازم حاجة زي كده تكون أنت فاهمها تمام، يعني أنت تسعى مأمور بالسعي فأنت بتسعى خلاص، بتتحرك عامةً من الحتة اللي أنت فيها، من المكان اللي أنت فيه تمام، وبغض النظر يعني الحركة دي هتوصّلك لفين بقى تمام، سواء نتيجة إيجابية أو نتيجة هي عمرها ما تكون سلبية خالص، طول ما أنت بتتحرك في حاجة صح عمرها ما تكون سلبية أبدًا، فطول ما ربنا يعني ميسّر لك الدنيا وأنت بتسعى في حاجة خير، في حاجة أنت ناويها نيّة خير كده إنك أنت باعمل الحاجة ديًّا عشان كذا أو عشان كذا أو عشان كذا، كل النوايا دي نوايا خير، فأكيد ربنا مش هيخذلك وأكيد ربنا هينوي لك اللي أنت نِفْسك فيه، وسعينا بيساوي نجاحنا، خلاص؟ يعني السعي بتاعنا هو نجاحنا، بغض النظر عن النتيجة أيًا تكن، فعلى المرء أن يسعى إلى الخير جاهدًا وليس عليه أن تتم المقاصد، فالمقصود من الحوار إنك أنت حاليًا سواء أنت في ثانوي أو سواء أنت في جامعة، فمهما كانت النتيجة، مهما كان اللي ربنا كاتبه أنت طول ما أنت عملت اللي عليك سواء يعني اجتهدت في المذاكرة، اجتهدت في حاجة شغل، في حاجة خلاص في أي حاجة في الحياة عامةً، طول ما أنت اتحركت من مكانك في الحاجة دي خلاص، فخلاص يعني أنت سيبها على الله بقى النتيجة، وإن شاء الله ربنا هو اللي هيوفق والدنيا تكون تمام إن شاء الله. فسعيك بيساوي نجاحك خلاص، أي حد فينا اللي بيسعاه أو اللي بيعمله في دنيته فنجاح النجاح ده مش شرط إن هو يكون نجاح دنيوي بس، يعني إنك أنت تكون ناجح في الدنيا بس، لأ ممكن يكون نجاح أخروي، ممكن تكون الدنيا يعني الدنيا مضيقة عليك أو كده أو ما أنتش لاقي نتيجة خالص، بس ممكن تكون ده يعني ربنا عاين لك ده كلته في الآخرة وكده، وده أحسن وأجمل كمان. اكتبها قدامك كده إن سعينا بيساوي نجاحنا خلاص، مهما كانت الظروف إن سعيك ده بيساوي نجاحك. فأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.